جاهزين للحلقة الرابعة؟ أهلا وسهلا فيكم بعن العهري أتحدث نجاح بني حمد. هاي الحلقة تقيلة شوي وبدي إياكم تعرفوا إني أنا اشتغلت على حالي كتير مع الدكتورة النفسية عشان لما أحكي عن العنف اللي تعرضت له من قبل نجاح بني حمد أحكي عنه كأني عم بروي قصة حدا تاني وأحاول أشيل مشاعري من المواقف هاي. وكمان سبب إني بضلني أحكي اسمها الكامل نجاح بني حمد، هاي طريقة الدكتورة اتبعتها معي، إني أحكي اسمها الكامل عشان أشيل الخوف اللي سببت لي إياه. وهاي الطريقة جدا متبعة من الدكاترة النفسية، إنه لما تحكي عن شخص أذاك وإنت تكون الضحية تحكي اسمهم بالكامل. ندخل بقصتنا لليوم. بدي أبلش من البداية، كيف العنف بلش لفظي ومعنوي ونفسي، وكيف شوي شوي اتطور لجسدي. عمري تقريبا سنة بابا تزوج نجاح وأنا صرت عندها. كنت أحب شيبس رينجو، فبابا يجيب لي رينجو وهو مروح على البيت. لما يجيب لي أنا رينجو كانت تعمل له مشاكل، إنه هو لازم يجيب لها هي كمان رينجو. وأنا طفلة ما كنت قادرة أنام بالليل ولا أتنفس، لأنه كان عندي تضخم باللوز وكان عندي لحميات. ما كانت تقبل أبوي ياخدني على المستشفى أو يصرف علي مصاري عند دكتور، لكن هي كل ما تيزها وجعتها ما بروح إلا عند دكتور خاص. فشو حل نجاح بني حمد لتضخم اللوز تبعتي؟ كانت تجيب علبة خروع، تفتح تمي زي هيك وتحط الخروع كامل بحلقي، الخروع كامل. عرفوا اشي عن زيت الخروع؟ فهو زيت كتير تقيل، يبلش يطلع من منخاري، ابلش اكحه وانا اكحه تلطشني هالكف، انا اكح وهي تلطشني هالكف وانا مش قادرة اتنفس. زيت الخروع تقيل وانا مش قادرة اتنفس. ايش بتحاولي تعملي؟ تقتليني؟ هاي المسج من وحدة من بنات عمتي بتذكرني باللي صار. اسمعي، اسألي فراغ شو كانت تعمل فيكي وانتي بوبو، اللي هي قصة زيت الخروع. حكيت سألتها وحكت لي الله يكسر ايديها يا رب، ردت الله لا يبارك لها، بتستاهل، في اخر عمرها تنفضح. اخذت راحتها بتعذيب والضرب لانه ما حدا كان شايف، واللي كان شايف غض بصره. قصة زيت الخروع كانت كثير مشهورة فيها. المهم عمتي اللي انا بناديها ماما اللي ربتني، هي اخذتني على الدكتور من وراهم. اول ما شافني الدكتور عصب وحكى ليش ما جبتوها من زمان. اخذني على عمليات، شل لي اللحمية وشل لي اللوز وبلشت اقدر اتنفس وانام بالليل. لما كنت لابسة الفوطة كانت تضلها تخليها علي لساعات طويلة، ولما نضفت إذا عملتها على حالي مش بالعمدن كانت تضربني أو توقفني بالزاوية وتجيب أولاد خواتها يقعدوا يضحكوا علي. هادو أنا طفلة على 2 ل3. وهاي كانت غزلها عن ناعم لبداية العنف، عبين ما أنا رحت على أمريكا على عمري ال4 سنوات. رح أشيء عن مرحلة أمريكا لأنه هاي حلقة بكرة، ليش أنا بأمريكا وهي مش بأمريكا. بس أنا رجعت من أمريكا على الأردن بعمر 6-7 سنوات، ورجعت على بيت تيتا وسيدو. رح تسألوني لينا ليش رجعتي على بيت سيدك وستك وما رحتي على بيت أمك اللي هي اللي خلفتني؟ رح أحكي لكم إنه أبوي أخذني على أمريكا، اللي هو بالأصح خطفني على أمريكا بدون ما يحكي لأمي، بدون ما يخبرها، وبدون ما ياخد رأيها. يعني أنا أخباري فجأة انقطعت عن أمي اللي خلفتني بدون ما تعرف. تيتا وسيدو كانوا راحلين، واللي خبرتني يا أمي إنها كانت تيجي على الحارة وتعيط للجيران مشان الله وين بنتي وين بنتي وين بنتي. حكت لي بالأخير واحد من الجيران حزن عليها وحكى لها اسمعي أخذ البنت على أمريكا، يعني مش موجودة بالأردن. أمي حكت لي وقتها ما كان في تليفونات وما كان في نت، ولما عرفت إنه أخذني برا البلد ما عاد فيها تعمل إشي. قالت لي إنه فقدت الأمل، لدرجة إنه فكرتني طول هاي الفترة بأمريكا، تخيلوا. ففقدت الأمل وبطلت تدور علي بعد سنين وتجوزت بعدين. فأنا لما رجعت من أمريكا رحت على دار تيتا وسيدو، لأنه نجاح بتحب تلعب شطرنج. نجاح حكت لأبوي يفهم العيلة إنه أمي ما بدها إياني لأنها بدها تتزوج، عشان هيك أنا رجعت على بيت تيتا وسيدو. لأنه بيت تيتا وسيدو وعماتي باعتبارهم يعني خوات طليق أمي، ليش أمي بدها تتواصل معهم؟ خلص قطعوا كل شيء. وأصلا عماتي وقتها كانوا صغار، فمين تكفل فيا؟ هي عمتي اللي بناديها ماما، كان عمرها 18 سنة وقتها، واخدتني بالأحضان، علمتني، درستني، ربتني. لأنه بابا بأمريكا عمتي أمي حطتني بمدرسة خاصة لأنه وضعنا كان يسمح. مين عرف ونجان كيف لينا بمدرسة خاصة؟ حزرتوها صح، نجاح بني حمد. طبعا نجاح كانت جايبة أولاد من أبوي. هلأ رن التليفون على أبوي، يا محمد لينا لازم تتربى مع إخوانها، يا محمد احنا لازم نكون عيلة، يا محمد ترى أنا بقلد هيك لأني أنا سامعة هاي الجمل من قبل. المهم بابا صار صح، لازم احنا نكون عيلة واحدة. أخذني من عند بيت تيتا وسيدو ووداني
عند نجاح بني حمد. شو أول إشي عملته نجاح بني حمد؟ طلعتني من المدارس الخاصة. بعدين شو عملت؟ حطت أولادها بالمدارس الخاصة، أولادها بمدارس خاصة وأنا بمدرسة حكومية، مع إنه الوضع كان بسمح. أنا ألبس بالة، أولادها يلبسوا جديد. أولادها اللي أصغر مني عندهم أساتذة يجوا على البيت يعلموهم، وأنا ما كان عندي أساتذة، مع إني كنت متضايقة من الرياضيات وأحكي لها شوي صعب علي، ممكن أنا كمان يكون عندي أستاذ. تعرف شو عملت؟ لطشتني كف هيك بقفا إيدها: بحياتك لا تفكري رح نصرف مصاري عليكي. هلا وأنا في بيتها حكيت لكم هي وأولادها ممنوعين من أمريكا، هاي رح نحكي فيها بكرة. بس أنا اجيت على أمريكا، أخذت الجرين وعم بستنى بالجنسية. امي عمتي رفضت تعطيها اوراقي، اتمشكل بابا معهم: لا لينا هلا ببيت مرتي بدي اوراقها وكل شيء بخصها، لانه نجاح مفهميته هيك، عرفتوا؟ عشان احنا بدنا نكون عائله مع بعضينا. انا اقول لي فضك عرس. المهم فاضطرت امي اللي عمرها 18 سنه عمتي تعطي بابا الاوراق وكل شيء. كنت قاعده بالصاله على الطاوله، فاتت هي علي، هي واختها منتهى بني حمد. فاتت نجاح بني حمد مع منتهى بني حمد، وكان الجرين كارد تبعي اللي بيسمح لي اجي واروح على امريكا. مزعوه بخلقتي ورموه هيك بوجهي، كان عمري 8 سنين. وحكت لي جمله عمري ما بنساها: هي وجهي ودقني اذا بترجعيها امريكا، طول ما انا بالاردن فيش الك رجع على امريكا. جملتها بالحرف الواحد. يعني هلا شو صفت بتغار مني ومن امي. يوم ما ابوها مات الله لا يرحمه، مسكتني وحطتني على الارض وضلت تشوط فيا الشلاليت. انا جسمي الصغير وهي زي الغولة فوقية. وما بنسى هذا اليوم، كانت جارتنا فوق بدي اسميها ام هاشم هي اللي دخلت فتحت الباب وشالتها عني زي الغولة، بتقولها وليك ليش وهي بتعيط على ابوها وبتضربني انا. فاتت علي على الحمام وانا بغسل. بتعرفوا العرب احنا بنحط غسالاتنا بالحمام او هيك البيوت القديمه، ما بعرف. مسكت شعري من هون وضلت تخبطه على الغساله، كان عمري 12 سنه، ضلت تخبطه بالغساله للدم فرفر بكل مكان، وانا اصرخ وهي تصرخ. وفاتت ام هاشم كمان مره طالتني من بين ايديها. بتذكر يوميها كان بدي قطب وما قبلت، اجابت لي ميبو ما بيبو وتلج ما تلج، عشان اذا حطت لي قطب حيعلم. هي حكت اذا حطينا قطب حيعلم. والحاره صغيره والبنات تاعون المدرسه بالحاره وكانوا يسمعوا، ولما كنت اروح على المدرسه كانوا يحكوا لي سمعناكي وانتي بتنضربي امبارح. فوصلت مرحله لما هي تضربني قولها مشان الله اضربيني بس وطي صوتك عشان بنات الجيران ما يسمعوا وما يتنمروا علي بكره بالمدرسه. طبعا كف رايح وكف جاي، هدول يومي. مره كان عمري 11 سنه بدها بطيخ، قالت لي قطعي البطيخة، عمري 11 سنة ما عرفت أقطع لها البطيخة، قامت شاطتني شلوط وحياة ديني إني طرت ولزقت بالحيط. إحنا طبعا ما عم نحكي عن ضرب ترباية، إحنا عم نحكي عن ضرب مبرح، ضرب فشة غل، عم نحكي هاد اسمه عنف. أكبر جريمة لما تعنف طفل أو حيوان ما بيقدر يدافع عن حاله. طبعا هاي نبذة صغيرة، بطلع على الوقت، الحلقة كتير كبيرة فبدي أنهي هون، وبكرة تابعوني عشان أحكي لكم ليش أنا بأمريكا وهي مش بأمريكا، وحتفهموا الصورة أكتر. تابعوني بكرة في عن العهري أتحدث، نجاح بني حمد.